صباح الخير من قصر محمد علي. منشئ القصر هو الأمير محمد علي، الابن الثاني للخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل، وأمه هي الأميرة أمينة نجيبة إلهامي كريمة إبراهيم إلهامي باشا، ابن عباس الأول. أما أشقائه وشقاقاته فهم الخديوي عباس حلمي الثاني، والأميرة نظلي هانم، والأميرة خديجة هانم، وطبعا الأميرة نعمة الله. وتعال نتكلم كده عن محمد علي. هو محمد علي اتولد، على فكرة ده محمد علي البرنس مش محمد علي باشا الكبير. اتولد في 9 نوفمبر 1875 11 شوال 1292 بالقاهرة. ويعني نشأ على حبه للعلوم، فدخل المدرسة العليا بعابدين عشان ياخد الشهادة الابتدائية. لكن سنة 1884 توجه إلى أوروبا لتلقي العلوم العليا بداخل مدرسة اسمها هيكسوس العليا بسويسرا. بعد كده دخل مدرسة اسمها ترازينوم بالنمسا بناء على أوامر والده لتلقي العلوم العسكرية. وعاد إلى مصر بعد وفاة أبوه، رجع مصر تاني سنة 1892. وهو شاب طبعا كان يعني شهد الله بالحكمة والعقل والتفكير والكلام ده كله. وكان محب طبعا للعلم والأدب والفنون الخاصة الإسلامية. شغل محمد علي المنصب والي العهد 3 مرات، الأولى في عهد أخيه الخديوي عباس حلم الثاني، حتى رزق الخديوي بابنه الأمير محمد عبد المنعم. تمام لحد كده تمام. بعد خلع عباس حلمي الثاني طلبت السلطات البريطانية من محمد علي مغادرة مصر والإقامة بالخارج. تمام. فخرج وراح سويسرا. وبعد بعد كده طبعا وافق السلطان أحمد فؤاد الأول على عودته إلى مصر، وعينوه لاحقا وليا للعهد للمرة الثانية، حتى رزق السلطان بابنه الأمير فاروق، وبقى واصي تاني على العرش في الفترة ما بين وفاة الملك أحمد فؤاد الأول وتولي ابنه عمه الملك فاروق وسلطته. تمام. يعني بعد ما عدت السلطة الدستورية واكتملت والسن القانوني والكلام ده، بقى فاروق بعد كده هو اللي تولى العرش يعني. تمام. وهو برضو ما عادش على كرسي السلطنة تاني. رزق فاروق بالملك أحمد فؤاد. تمام أحمد فؤاد الثاني، وانتقل الأمير محمد علي إلى جوار ربه في 17 مارس 1954. تعالوا بقى نتكلم عن القصر ونشوفه من الداخل. دي طبعا أول سرايا اتبنت في القصر، اللي هي سرايا الإقامة. أول حاجة عملها علشان يقعد فيها لحد ما يخلص بنى القصر بتاعه. وهنلاقي هنا النص التأسيسي مكتوب: أنشأ هذا القصر على أنشأ هذا القصر في عهد، أعتقد في عهد أو في حضرة دولته في حضرة دولته محمد علي باشا. هنلاقي كلمة محمد وكلمة علي مكتوبة اهي، محمد مقلوبة اهي وكلمة علي. تمام. والسنة اللي اتنشأت فيها اللي هي 1321 اهي بالعرض كده. تمام. فدي اسمها قصر سرايا الإقامة. خش كده نتفرج عليها. دي كانت سرايا الإقامة. وهنلاقي هنا صورة جده الكبير محمد علي، والشجرتين اللي هم بيرمزوا للأسرة العثمانية أو العهد العثماني. وكلمة الحملة الفرنسية مكتوبة هنا اهي، مكان ما كان جده يعني وصل مصر عن طريق الحملة الفرنسية والكلام ده. طبعا الأسقف هنا غاية في الجمال. هنلاقي كل قصر كل سرايا السقف بتاعها مختلف عن الأسقف اللي بعد كده. محمد علي طبعا كان قصير والعيلة كلها كانت قصيرة، فحتى هنلاقي الكراسي بتاعتهم على الشكل دوت، وكراسيها زي ما انتم شايفين كده كلها قصيرة، لأن هم كانت يعني الأسرة دي أسرة قصيرة شوية، يعني قصيرة القامة. طبعا دي كل الغرف وكل الأسقف هنلاقيها مختلفة شوية عن اللي قبلها. في هنا لوحة بتبين لنا المعركة بتاعة هروب أحد المماليك من مذبحة المماليك اللي عملها محمد علي، وهو حاططها هنا في القصر بتاعه. تمام.
ديت اسمها غرفة المرايا، علشان طبعا يعني فيها كتير من المرايا زي ما انتم شايفين كده. هنلاقي برضو الأسقف هنا مختلفة، كل سقف مختلف عن السقف التاني، ودي من إحدى إبداعات يعني محمد علي. تمام. ودي كانت غرفة المكتب بتاعه أو الحجرة الزرقاء، ده كان مكتبه هنا، ده مكتبه، راديو خاص بيه، أدواته الخاصة، مكتبه جوه هناك أهو. هناك هنلاقي المكتب والتليفون الخاص بيه، وطبعا برضو السقف. خلينا برضو نفرجكم على السقف، جمال والله يا جماعة، قطعة فنية من يعني مش عارف. دي برضو اسمها احدى غرف من المكان هنا، اسمها الشكمة. والشكمة دي لاني يعني الجزء دوت بارز لبره شوية، فعشان كده بيسموها الشكمة. يعني هو المفروض الغرفة كان اخرها هنا كده عند حرف الترابيزة، لكن هو عامل يعني خارجة لبره شوية، فالخارجة دي سموها الشكمة. وطبعا برضو السقف مختلف عن بقية الأسقف، لازم نفرجكم عليه.